مساء الخير. المرة دي انا بعمل اعلان عن طبق فاضي. طبعا مش قصدي كده خالص، بس انا قصدي عايزة كده في رسالة الناس تفهمها. انا كنت بغلف اصلي حاجات وكده، وبعدين جه في دماغي البوستات السخيفة اللي احنا بنشوفها بتاعت الحاجة اتكلفت كام عشان تتباع كده، محاولة من بعض الناس ان يقولوا ان الناس جشعة والكلام ده كله. حبيت بس اوريكم حاجة. ده طبق تقريبا الحاجة اللي هتتحط فيه يعني حاجة بسيطة، مش لحوم ولا حاجة. الطبق ده جملته من 4 ل4.5. حلو كده. طيب الطبق ده حضرتك وانتي قاعدة عمالة تحسبي تكاليف الأكل للناس، وتعدي عليهم داخلهم كام وبيكسبوا كام وحسبوا الحاجة بكام وعملوا الكلام ده، حسبتي ان الحاجة دي عشان تتباع لازم تتحط في طبق زي ده، وان الطبق ده بيتكلف؟ ولسه بقى كمان يعني انا هوريكم حاجه كده استرتش عشان خاطر نغلف الحاجه دي. حاجه بسيطه من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. فويل عشان خاطر نغلف الحاجه وتوصل سخنه للعميل، ما يشتكيش انها بارده. طيب يا نصحى بقى يلي مفيش منك اتنين، يلي قاعدة عمالة تعدي على الناس حطوا كام رزاية وجابوا الكرومباية بكام وعملوا ايه. حسبتي بند التغليف ولا ما كانش في حساباتك؟ ما في الحسابات، طريقة الحسابات يا جماعة اللي انتوا بتقعدوا تحسبوا بيها للناس صرفوا كام وكلفوا كام وباعوا بكام، دي غلط 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 من هنا لآخر العمر. الأكلة مش بتتحسب بتكاليفها، اللي هي التكاليف ان احنا جبنا كرومبايه بكام ورز بكام وطماطم بكام، ويقعدوا بقى فلاحيس حطت كام طماطمايه الكيلو بكذا يبقى كذا، وكمان بقى الفلحصه الاكتر. لا دي لو راحت جابت الطماطم من سوق العبور هتبقى اوفر، ولو جت مش عارف ايه. هو انت في ايه؟ هو انت عشان حته الطبق اللي هتشتريه ده قاعده عماله تحسبي يجيب اوفر منين ويعمل منين؟ وكمان يا ريتك ناصحه وحسبتي ان في حاجه اسمها تغليف لازم نستخدمه. يا ريتك بتفهمي وحسبتي ان الحاجه دي استوت على بوتاجاز يعني غاز. يا ريتك بتفهمي اكتر وحسبتي ان الحاجه دي عشان تيجي وتدخل في مصاريف توصيل جد. يعني انت لو هتشتري كرومبايه ان شاء الله يا رب هتجيبيها ببلاش، المندوب اللي هيجيبها لك هياخد فلوس مقابل ان هو جاب لك الحاجه لحد عندك. لو انت نزلتي رحتي اشتريتيها هتدفعي مواصلات، او لو معاكي عربيه هتدفعي بنزين. كفايه بقى حاجه انت ما تفهميش فيها ما تتكلميش فيها. حسبتي تمن الطبق ده وانت بتسعري الاكله وعماله بقى تعملي نفسك. الجشع ده وهم انتوا عايشين فيه، ده وهم انتوا اللي بتضحكوا على نفسكم. انتوا سايبين الناس اللي عملت حروب، والناس اللي تسببت في ان الاقتصاد ينهار وان الاسعار تغلى، وجايين لحد بيبيع حته طبق ب100 جنيه منهم بس 5 جنيه او 10 جنيه تغليف. طب هو كسب كام؟ اعقلوها كده، شويه تفكير في عرض النبي. وشكرا.